لا طاري علاء اللي الفيديو 45 مليون عراقي يمكن سمع به او شافه اذا ما عبر الدول الجوار وتخطى هذا الرقم. النبي عيسى عليه السلام جابوا له امراه زانيه، فقالوا له علماء اليهود جابوها الى بقتها، قالوا له هذه الامراه زانيه فشنو الحكم بها؟ فقعد يخط بالارض نبي الله، قعد يخط بالارض حتى يبين لهم انه مثل هيك معصيه ومثل هيك خطيئه لازم ما نحكم عليها بسرعه. قام نبي الله وقال لهم من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها. وطبعا ظلوا صافنين واحد بوجه الثاني، منو اللي بلا خطيئه؟ ماكو انسان معصوم من الخطا. قال لهم منو اللي ما مسوي بخطا بحياته يرجمها، واللي ما يقدر ومسوي خطا خليه ينصرف من القاعه. وبداوا العلماء وبداوا المعروفين وبدت كل الناس تنصرف من القاعه واحد تلو الاخر لحد ما بقى النبي وهذه الامراه، فقال لها انصرفي ولا تعودي الى الخطيئه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا انفسكم فهو اعلم بمن اتقى. لا يزكي الانفس الا الله سبحانه وتعالى. ميزانيه ماكو، رواتب ماكو، ازمات بالبلد متتاليه، كهرباء ماكو لساعات طويله واحنا بعز الشتاء، تعيينات ماكو، شباب درست كثير من السنوات، غاز ماكو، نفط، كل البلد في حاله ازمه وحصار. هاي كل هالمواضيع ما ننتبه لها، منتبهين فقط لموضوع على، منتبهين فقط لمواضيع تافهه، لمواضيع فضائح، وعايفين المشاكل الاساسيه منشور واحد ما ننشر عليها، ما اعرف شنو السبب. حقيقه امور مذهله، يعني فضيحه وهيك موضوع ينتشر انتشار سريع. وعين انت علاء ما عرفت تقفل الباب، ما عرفت تسوي لك سالفه، تشوف مرتك شو وقت تجي شو وقت تروح، خليت النسوان كلها خايفه ومتحذره، وهذه عطله نصف السنه النسوان كلها ما راح تروح لها. الله يسامحك.